الآن حرفيا إيران يتكلم. ماذا قالت إيران عن المملكة المغربية؟ يضربوه بهذيك الصورة أمين. ابني خليه يضرب، يطيح اللايف، ما على باليش انا، يطيحوا اللايف. موالف المغاربه الفتره الترابيه ديما بالسينيال. شوف، الا سينيالاو الكراغله صحتهم يطيحوا اللايف. الا سينيالاو المغاربه ما نسمحوا لهمش الى يوم الدين. لان لايف وطني باش تطيحوا بالسينيال وانت تدعي انت مغربي وتدعي انك مغربي، فانت خائن للوطن وبحال الاجنبي من الاخر. هنا هذا المشروع المتكامل جايين شي ناس باغيين يطيحوه، شيعة ايران وحزب الله، اللي ما باغيينش دولة سنية، مملكة تاريخية يخافون منها عبر التاريخ. عبر التاريخ يخافون من المملكة المغربية عبر التاريخ. هذه المملكة اللي هي التي ستحرر الأقصى بشهادة الفلسطينيين أنفسهم. جايين هاد اللقطاء ديال الشيعة باستعمال خونة الداخل وباغيين يطيحوا هذه المشاريع الكبرى كاملة، وجايبين أشباه المغاربة الكلاب الضالة الخونة اللقطاء، وجايين يقولوا إسقاط النظام، ولا همهم لا فلسطين ولا دم، ولا هم يحزنون، همهم تنفيذ المشروع الشيعي وكبح المملكة المغربية في تنفيذ الأجندة الخارجية. وعندما يسألون يقولون أنهم لا يمثلون إيران، بل هم مغاربة لقطاء كلاب يمثلون مصالح إيران وشيعة إيران وحزب الله. وكل من أنكر أن إيران وحزب الله وهاد الإسلامويين والخلايا النائمة والمتطرفين في الدين والمتطرفين اللي جايين باغيين يسقطوا المملكه المغربيه ويشنون هجوما على الملك وعلى رموز الدوله وهجوما على الجبهه الداخليه وخلق البلبله من داخل المغرب، يمثلون اجنده خارجيه. ونطالب السلطات بعدم التهاون مع هاد الناس، لان فاش كتعترف لي ايران بفمها وتقول لك انا ادعم البوليزاريو من ايران مباشره، ويجي واحد لاقيط ويكذب ذلك، سمعوا ماذا تقول ايران حرفيا. أولا، لقد أرسل إيران رجلا اسمه أمير موسى، ربما تعرفه. هذا إيراني يتكلم. إيران وزير إيراني. شوفوا ماذا أرسلت إيران إلى الجزائر في خصوص المملكة المغربية، وكيف بعث بكوادر من أجل ضرب المملكة المغربية. وقلت لها وأعطيتكم إشارات في لايفات، وقلت لكم أن ما وقع في غزة هو سيناريو مشابه لما يمكن أن يقع بالصحراء المغربية. سمعوا. في قنوات التلفزيون. أولا، لقد أرسل إيران رجلا اسمه أمير موسى، ربما تعرفه، في قنوات التلفزيون. هو رجل استخبارات الحرس، دولة أوروبية، والمغرب بدأت يطابق أنشطة أمير موسى في الجزائر، وأيضا ارتباطات بوليساريو معه. وتبين أن قضية أعلى من سوء تفاهم. هناك رجال من حزب الله ومن استخبارات الحرس ومن فيلق القدس يقومون بتدريب رجال بوليساريو كيف يسقط طائرة أو هليكوبتر أو كيف يصنع متفجرات. يعيدون الحالة الحوثية أيضا. حوثية بالضبط مثل اليمن. فمغرب، أولا ملك المغرب حفيدة فاطمة الزهراء، وهؤلاء يقولون نحن أحفاد فاطمة الزهراء. ملك المغرب حفيدة فاطمة الزهراء. فإذا في المغرب حالة خاصة. الإسلام المغربي إسلام صوفي، إسلام لطيف متساهل متسامح، فإسلامهم إسلام شيعي متعصب. فهذا كان في تعارض كامل. ملك المغرب رئيس لجنة فلسطين، فهؤلاء يدعون بأنهم سوف يحررون فلسطين. وملك المغرب صديق أسرة بحلوي، فهؤلاء ينظرون إلى المغرب باعتبارها دولة إفريقية عربية مسلمة ذات جاذبية خاصة. يعني المغرب قادر على أن يكون منافسا ندا لإيران في أفريقيا. المغرب إذا كما كتسمعوا، إيران وزير إيراني يعترف بأنهم كيصيفطوا المستوي المخابرات الإيرانية إلى الجزائر وكوادر من حزب الله. هذا مسؤول في إيران يثبت على أنهم بعثوا إلى البوليزاريو خبراء عسكريين
يدربونهم على إسقاط الطائرات، ويدربونهم على مجموعة الأمور بما فيها كذلك هذه الصورة اللي أمامكم، حفر الأنفاق، اللي التقرير الأمريكي والمخابراتي الأمريكي والمخابراتي المغربي اللي داروا فيلق القدس. نعم أخي الكريم، فيلق القدس وداروا التقرير الأمريكي أن هناك البوليزاريو انطلقت ومثل المغرب راه دمر لها أنفاق كانت كتبنيهم في الصحراء المغربية من أجل التوغل وتخترق المناطق العازلة وتنفذ. وهذا الشيء خدامين عليه منذ سنوات وهما خدامين عليه. ويجي أنا كلب لقيط من الكلاب الدار الخونة بالمغرب الذي يدعي حقوق الإنسان ويقول لك هو يصدق حزب الله ويصدق شيعة إيران ولا يصدق حسن نصر ولا يصدق صاحب الجلالة ولا يصدق نصر بوريطة ويندى بإسقاط النظام. إذن هناك حملة من الداخل وحملة من الخارج على المملكة المغربية، وهنا في الخطاب الملكي اتضح كل شيء، واتضح أنهم يريدون إسقاط الملكية بالمغرب لأنها ملكية حكيمة وأنها ملكية ضاربة في التاريخ، وأن المغرب هو من سيقود المرحلة القادمة من الصراع الجيوستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية، بحكم أنه البوابة الأساسية والرئيسية التي يلتقي فيها جميع دول العالم، روسيا، الصين، أمريكا، إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، كل شيء كيقول المغرب أولا، المغرب 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 المغرب. جايين دابا الإسلاموي المتطرفين بدعم من شيعة إيران والحوثيين والحركة الحوثية. هذه هي الخطة ديال إيران، دعم الميليشيات في تقزيم وتقسيم الأوطان، دعم الميليشيات المسلحة من أجل كبح المسار التنموي، من أجل كبح أي تنمية، من أجل جعل أي بلد غير مستقر كي تبقى منهاك فقط في الحروب الأهلية ومنهاك كي تتشبث فقط بحلم اسمه الوحدة الترابية ولا